هلو بنات، اليوم جيتكم بمشروب يجنن. آيس موكا. آيس موكا باردة ترسح. يلا نبدأ. أول شيء أضيف 3 علب آيس كريم. آيس كريم شوكولات طبعا. إذا عاوزة تعملي وايت موكا فتقوم تعملين آيس كريم فانيليا. أوكي. حاضيف له معلقة نسكافيه اللي هو كوفي من غير سكر، وحاضيف له معلقة بتاعة كاوكاو ومعلقة بتاعة نسكوينت. أوكي. بضيف له ثلج وحليب، وفي الآخر كده عشان أضبط السكر بضيف لوح بتاع شوكولاتة، أو أنا أضيف نص اللوح صراحة بس عشان السكر مو أكتر. تمام. طيب هخلطه. شوفوا ما شاء الله ثقيل وبقى يجنن وبارد يسرسح يا بنات، فعلا مشروب حار. طيب هنا جبت الكوب بتاعي، لكن حبيت أعمل حركات الكوفيهات وكده فحاولت أزينه. يلا التزيين هو ما زبط 100%، لكن يلا حلو حركة. كده زينته. يلا جبت الآيس موكا صبيت عليه. شوف يا بنات، شوفوا الثقل، شوفوا الثقل، والله يجنن يا بنات. بارد فعلا حر. يلا هنا هعمل كريمة. جبت ظرف بتاع كريم دريم، واضيف له موية تكون مثلجة لكن مو كتير، شوي يعني. فاضرب بالمضرب الكهربائي وشوفوا لين تنفش الكريمة وتكون حلوة. طبعا الخطوة دي ما إلزامي، هو اختياري. إذا حابة كريمة فيه أوكي، في ناس ما تحب الكريمة فعادي، فهمتين؟ في ناس تحب شوية، في ناس تحب كتير كده. فإذا أنت حابة تكثرين كثرين عادي يعني. إذا ما حابة أصلا عادي خلاص، هناك المشروب جاهز الآيس ممكن تشربيه كده على حالته، ما يحتاج زيادة أو إضافات. طيب جبت المشروب بعد ما خلاص خلصت الكريمة وحطيتها في الكيس بتاع التزيين. فحاول أزين الوش كله، أحط فيه الكريمة. طبعا زي ما قلنا، إذا حابة تكثر عادي كثري، إذا حابة تقلل عادي قللي. هذا يعني حاجة ترجع لك، ما خطوة إلزامية. تمام. طيب أجيب الكيس اللي حق الشوكولاتة اللي كبير اللي باقي من تزيين الكوب، فهحط شوية على الوش كده، برضو نظام حركة. كده يا بنات أحلى آيس موكا انتي ممكن تشربيها بجد بجد. تجنن. حاولوا جربوها وادعولي، وما ننسى نعمل متابعة شير. مع السلامة.